وودعت السنابل والجداول والشجر، وأخذت في جيبي تصاوير الحقول، أخذت إمضاء القمر، وأخذت وجه حبيبتي، وأخذت رائحة المطر. قلبي عليك وأنت يا وطني تنام على الحجر. يا عجمي يا أيها يا عجمي، ايش بيك تنوح؟ ايش بيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا عمده يا عمده تدخل هكاكا. ايش بيك يا عمده؟ ايش بيك يا عمده؟ شنو هالنكد حاته وانا سافرت تحكي عليه؟ طول بلادي كله مسكره يا رسول الله، حتى من الحجامه مسكره لما تلقى وانت تشب وانت تحكي على السفر. نزار قباني ولا نكد؟ تو هذه امور اكبر من مخك يا نقار. انت شو فهمت بالسفر يا نقار؟ يا ودي ما تنجمش تسافر، لا ثم تاكسيات لا كيرين لا ويش، حتى كار باش تركب فيها راهو بالترخيص. اللهم استفر على بهيمه اكساع ما يلومك حد. شو الحكايه هذه؟ يا عمده يا عمده يا عمده، السفر يا عمده ماهوش سفر مادي، تفهم فيها؟ شنو السفر المادي خويا؟ تنجم تسافر يا عمده هاي وانت معناتها في دارك. عجب، مش بالضروره لازم السفر المادي. متجنح كيفاش هذه؟ ما تفهمش الحكايه هذه، ما تفهمهاش. تو تردي مصدق. فهمتك. هذا تسافر وانت في دارك، مش سفر مادي. فهمت معناتها الموضوع؟ فهمت. فوالا هذا نحبه. اول مره اشوف عمده يفهم. والله نضحك عليك، والله نضحك عليك، مش انت تضحك علي. بالله فين تسافر سقطت على راسك يا ولد الشراب باش يهبلك، راهو باش يجننك. ربي يتوب عليك من هالآفة، ربي يتوب عليك. والله لا كذبها نزار خباني. قال لك قلبي عليك يا وطني وانت تنام على حجر. والطن والهريسه. مشكلتنا قول خويا صاحب الشارع. والله قول صح. مشكلتنا نقار احنا تو ريت صراعنا ايه مش مع الكورونا، احنا تو صراعنا مع الوعي. شباب الوعي شنو هو؟ الوعي بتاع الشعوب، الصراع الحقيقي تو مع وعي الشعوب. يا عجمي حتى توعي انت باش توعي العباد. انت كنت توعي عاد وتوب عليك ربي وتفيق على روحك، انت ناقص وعي. لا ناقص وعي. انا دخلت لكم في اللاوعي باش نفهم الوعي، تفهم فيها؟ اللاوعي نتاعك تعب، ارجع للوعي الصحيح نتاعك ويدي عليك مهر الروايه. الصراع الحقيقي تو الوعي، نحكي عليه الوعي نتاع المعرفه والثقافه، تفهم فيها؟ هاي ها انت كان جيت عندك وعي وثقافه يا سي العمده تفهم مش معناتها السفر ما غير سفر، وانت قاعد تنجم تسافر، مش تقولي تسافر على بهيمه. ما فهمش كيفاش حاطينك عمده ولا لا فهمت؟ عجب. تفهم فيها ولا مش فاهم فيك؟ نفهم فيك. السفر تنجم تسافر، تو السفر هاو طيحوكم 20 فرنك، الحكومه المؤقره بتاعكم طيحت 20 فرنك في السفر، احنا بيدنا مش والله باش تحب واقع احنا راهو وقفنا معاكم وطيحنا لكم 20 راهو. ما تقولوش ما لحقومش بيه ولا ما خدمناش، طيحنا لكم راهو. طيحتونا. اي شكونكم طيحتونا؟ خلينا نفهم كنت شنو. احنا السلطه يا اخي. انا العمده مش نمثل السلطه. فاتتني هذه. يعطيك الصحه. اي احنا لا بلغ لي تشكراتي للسلطه، قولوا كثر خيركم 20 فرنك طيحونا 20 فرنك في البنزين. يا اخي طيحناك، احنا عملنا خطوه ماي. نحو هذا الشعب وقاعدين نحسوا بالشعب. انا كعمده قاعد نحس رانا مسؤولين من رئيس الحكومه للعمده وما ناش نلعبوا. احنا كان نحوكم 20 فرنك، احسب انت 10 ايترات نحي منهم كل لتر 20 فرنك، احسب وحدك. المواطن لازم يكون الوعي اثنين، الوعي يبدا يحسب تو. المواطن تو لازم يعمل الوعي نتاعو ويخدم الوعي نتاعو ويحسب. اش باش تفضل منها 20 فرنك؟ اش باش تفضل 100 فرنك؟ 100 فرنك تنجم تاخذ بها مثلا انت كعبه حلوه، وكعبه الحلوه هذيك تمصها وتكون حلوه حاره باش تنحي لك الريحه نتاع الشراب اللي بتبشع. صار انت مشكلتكم مع الشراب يا نقار. تنساش حاجه نقار، شكون وقف معكم في المحنة هذه؟ شنو شكون وقف معنا؟ ما تنساش سمعت الجوعه، ما من الجوعه تبرع بالملايين الصندوق نتاع الصحه. ريتها وقت تحك ركب سي نقار لا تلقى حزام لا تلقى حتى شيء. تلقى كانت زبراطه باهي. عجب. هذه ما في باليش بها هني بتحب الحق. اما راهو دادا ثم معلومات ما نحبوش نطرحوها للشعب. ثم راهي الدول ليك عمده هاي
اجتماع جهوي وكذا ثم اجتماع على التعاون، ثم دول عاونت بيناتنا يا عجمي، ما تخلينيش في المشاكل. ثم دول عاونت؟ اي ثم دول عاونت بالله والله. كيما شكون مثلا؟ كيما فرنسا المعلومات عندك؟ كيما فرنسا عاونتنا. لا عاونتنا الحق، قال لك معناتها ما يحبوا يجربوا اللقاح في افريقيا، هما ما هو ديما حاسبينها في ايران نتاع تجارب. شنو حبوا يجربوا، ما في بالك زادها بالمعلومه هذه اللي اعطاك المعلومه. لا في بالي، متاكد منها المعلومه يا عجمي. ما تنجموش تصرحوا بها حتى هنا، ما تنقدوش الشيء هذا، ما تنجموش تنقدوه هنا. لا نقدوا احنا، باش نكون معك صريح. انا كعمده ما في باليش، اما توك سمعت راني باش نخرج وباش نندد. اي نعم ندد. اي نعم، لا للتجارب اخويا بالحق تحب تعمل يا ولدي ما حاسبيننا في ايران تجارب يا عمده، شنو حاسبين؟ هيك تحب تجرب على الاقل هنا تجرب في الصبايحيه نتاعها في تونس. هو اخت اسمع العمده. مالا تعرفني يا عاج من بكري العمده تعرف. لا نعرفك، ما توقعتهاش منك. تلعب العمده، راني كلام كثير يا عمده. العمده ينجموا يكسروك عليه راهو يا عمده. شنو كلام كثير راهو الحق. احنا ناقصين مشاكل مغضوب عليهم رانا احنا. الكلام هذا يكسر. ما جاني طلع تو صبايحيه يجربوا الصبايحيه. يا عجمي انا قلت يحبوا يجربوا، خلي يجربوا نهار نشوف. اضبط لي روحك تو. شنو؟ مش يجربوا ما دام مش نفيدوا الناس الكل، خلي يجربوا نهار نشوف. بالله تقول انت خلي يجربوا؟ خلي يجربوا. اصدر بيان يا عمده، ايش فيك ما تصدرش بيان؟ انت هذاك شو اسمه لاحظتش حاجه؟ تشرب نصب لك. لا مازال اياميات، ايش بيك؟ داب الراس. اما لاحظتش حاجه؟ شفتوا زعما هنا في رمضان ولا مش نصيموا؟ والله العمده قالوا شعب بكم اجتماع مازال ما فهمناش. خويا والله اعلم، تو المفتي معلق الاسلام. حتى ما سمعت معلومه ماهيش مؤكده يا عجل، قالوا العماد مش يقولوا لهم مفطر. خويا اللي في بالي بيه معناتها المفتي معلق الاسلام، وممكن ياسر ما يخرجش رمضان هذا. زعما لو ما دام معلق الاسلام. هذه صحيح تعلق الاسلام، نورمالمون هنا تو القانون ايش يقول لك؟ نورمالمون احنا العماد راهو لازمنا نفطروا. تفطروا العماد؟ اي ليه؟ باش تقنع المواطن ما ثمش سميه يدري كي شيء حرام. مش يحريكم انت. ما نشوف جاي. ما ثم حاجه انا قارن ما تضيعنيش فيها باش ما ننساش. شنو هي؟ لاحظت شكا الاقرع ذاك السفير نتاع السفير نتاع فرنسا. هاي شبيه؟ ما ذماش ريحته ضاري في كل منبه والاول ملي دخلت الكورونا جبت روح. يا ودي باش نحكي لك حكايه، نيو لمسين ماشي من شد في الصف وشبهت عليه. يا ودي حسابه هو على مرتين قلت له راح نسلم عليه. فانا صف في الصف نتاع السميد. دخلت بعدي انا نشوف قلت المقيم العام تاع فرنسا هبط بروحه للصف يلوج في السميد ولا دخل. السفير بتاع فرنسا يا سي النقار يستنى سميد. ايش بيه عيب؟ هذاك ما تجيش يجيه القمح يا سي النقار هكا سبوله خارجه. هذاك يحصد من قبل ما نحصدوا احنا يا نقار، واحنا نشد الصف نستنوا السميد. الدرجه هذه ما انا ولا لستني على جهتك، دخلتني منه خرجتني منه، وفي اللاوعي والوعي والمقيم انت تو نغصت علي، كنت شيخ على جابد لي على السميد وجابد لي على، كنت شيخ على نزار قباني هارب منكم. دي مشكله كبيره تو لهيب نزار قباني، راهو تعرف السميد والفارينه كان مستكنه الكورونا كلها في جره السميد، والشعب مش واعي يا عجمي، لازم نوقفوا للشعب وللمنطقه كامله. سيران انا نقار مش معاه كورونا، انا نقولها قال العجمي نرسمها لك هنا على الحيط. مال عليه؟ سيران تو الحقيقي مش يبدا مع الفقر يا نقار. الشعب جيعان يا نقار. الشعب جيعان؟ جيعان وعريان. وهنا هذا ماشي الوعي يا نقار. صحيح. تعرف ذكرتني حق، اسمعني. نعم. يا اخي ما قريتش انت في اللعانه تو؟ انا قريت في اللعانه. عجب. انا مصر سيدي من الدوله اصلا، بس انا تاش ما غير كورونا، بس انا وقت كورونا والله يدخلونا بعضنا في اللعانه، ني واحد منا ثاني عمده والمنطقه السلطه لا عاد فاهم حتى شيء. مش لازم تفهم. ايه ما على الاقل كيفاش نقيد؟ هاني جيتك انت يا عمده باش تقيدني، يا عجمي باش تقيدني. فيك نورمال تو انا نشرب ولا انت قاعد تشرب يا عمده؟ انا مش قايد العمده. ايه هني العمده مانيش فاهم كيفاش. ايه انا مش نفهم في بلاصه العمده. عجب. وانت لوين تلوج على ليانيات؟ يا شنو اللي تلو؟ ليه ندز فيه بالركبه نيه؟ منين جاي؟ حتى انا حالي حتيته وما عنديش يا رسول الله، نشبك ما نلحق. انت معناتها العمده تو مش تاخذ اعانه. ايش بيه ما ناخذوش، ما عندناش حق، عندنا سقطنا هناش عندنا على 400,000 ولا 500,000 ناخذوا فيهم،
هو كان ثم واحد يستحق اول ناس هي العمد قبل حتى العائلات المعوزه. خذ شكون ردك منك للعين يا عمده؟ خذ انتم ما كنتم تعطوا فيهم الاعانات، شكون منين نعطوا فيهم؟ ما شكون يعطوا فيهم؟ يا مو يلزم تقيد هكاك هي لعبه. يقيد روحك وحط ونعرف عليهم هم قالوا لي حط 100 نجمه 190 نجمه وحط اوكي تو يطلع لك 190 نجمه. اي 190 يا عمده 190 بتاع الكورونا هذوك مش بتاع الكورونا 190. ما انا قديش مش النوم؟ تاخذني يا عمده قديش النور بتاع الواحد؟ يا دي ما كنت بتعرفوا تتصل فيها انا. ونعرف المره اللي فاتت حضرت معاه في الاجتماع قالوا بالفرنسي ديستانسيس ولا ديستانسيات حاطين لك عمده زاد ما فاهم شيء يهديك ربي. يا ليش ما يكلموناش بالعربي تو قالوا بالفرنسي. ني هكا نستوري 17 10 هكاك 17 مارس مش استغفر الله العظيم مش مخوجني راك 10 17 اي 10 17 مش هكا. يا دي انت برا المعتمد بتاعكم بتاع قيدك يا عمده برا ما حاسك بيعانى. اي برا المعتمد بتاعكم طول. يا دي المعتمد يمشي لي هذه جايه من الوزاره من فوق ما عندهاش حتى دخل المعتمدين. كلها من الوزاره شدك انا مش قيد العمده. شد قيدي يا العجمي مش قيد العمده. يعني شو ما شدك كيفاش مش قيدك ها؟ شد حتى نجمه. نجمه هاي هاي نجمه حطيت نجمه هاي زيد زيرو بس شويه نزلت على الدو. لا زيرو لحظه هاي يا عجمي خوي ما عجبك قال لك اللي يمشوا برليس ترى باش عيني تحل منيح. 10 17 يا دي هات نمره بطاقة تعريف عاد يا عم اعطيني بطاقة تعريف. بار هات جي هات من عليك هات جي شو نمره بطاقة تعريف. تحطش العمده رد بالك يا عجمي برسم يمتك شنو؟ بس تحطش العمده تقولش العمده خليها في السر. ما شو نقول لهم انا عمده انت؟ ما رد بالك يا عجمي طيب خلينيش في المشاكل. طيب نحط نمره بطاقة تعريف تاعك. اي حط ما تقولش العمده هم يستبلوا على نخليق العمد. باهي 4 6 صدق. شو طلع لك يا عجمي؟ عجمي ايش قال لك؟ برا حطني معاه ايش قال؟ قال لك يا سيدي اي اتصل بالعمده. هي قول لهم هو العمده قول لهم اني معاكم العمده قول لهم اني معاكم العمده. هي قال لك اتصل بالعمده. اتصل بالعمده؟ هي الواد قول لهم اني العمده يا عجمي. عليه بجاه ربي عليه هك. قلت لهم انت العمده. تو الفلكه هذه قلت ما عرفت لك توني جيتك هكا نقول حبايبي ما قلتش اتصل بالعمده ندري عليهم منين طلعوك. يا ودي لا تعرف فيهم الواد قولوا لهم اني مع العمده اكلمكم. يا دي نزلت 111 شنو نزلت هذا حكايه جايبها لي توا يا عمده انا قلت لهم انت عمده. ما نعرف عليك مالها قلت قالوا لك العمده. قال اتصل بالعمده. يعرفوني اني العمده كان مش انت. توني ما قايدتش جمله ما حكيت. قالوا لك اتصل بالعمده. تو ديما هكا تعمل فيها العمليه هذه مش باهي راه عاونتك شوي وقفت معك شوي شبيك هكا يا عمده شبيك اخي؟ يا انت شبيك يا عمده؟ انا قلت عليهم عمده قال لك عمده اتصل بالعمده. عمرك كامل ما تطر شيء. شد علي ديما تطر شيء. جيت تقيد فيك عن شو اسمه مزيان. ايه تعمل لي مشكله مع السلطه باهي. يا دي انا تعرف فينا ربح لي العماد ايش قالوا جيت الواحد والله زايد يا خالتي اللي جاي سكرجي. قواد بتاعك انا سكرجي. نظيفة عجمي ما نعرفكش نظيفة عجمي. سايبه. ما سايبك. سايب يا عمده. مش سايبك وباهي العمل اللي عملته. سايب يا عمده. يا عمده سايب راهي ما استطلع لي التونسي. ليه تعمل لي مشكله مع الدوله ليه ليه وده حرام عاونتك شوي. والله ما قلت لهم. ليه هك؟ سايب يا عمده. يا عمده سايب. تلعب لي بخبزي. ما استطلع لي يا عمده. هاي شو تعمل انت تو؟ بالله. ولا بالحق. ما استطلع لي يا عمده. جاي مع العمده. سايب يا عمده. عمرك العمده تلاقيها في راس. هي اتصل بالعمده هات نمروه العمده هي. عجب يا عجب ما تعملهاش. سايب يا عمده 200,000 تدخلني خدمتي.